ادي تيشيرت الزمالك وادي تيشيرت النادي الاهلي. كمل الفيديو لغايه الاخر عشان تعرف المبادره اللي انا اعملها، مبادره الاهلي والزمالك او اهلاوي وزملكاوي احنا اخوات يا جماعه. انا عامل المبادره ديت، حتى انت فاجئت امبارح انا تيشيرت الزمالك عشان عاوز اوصل للناس الموضوع بسيط يا جماعه. انا بسبب مشكله انسحاب نادي الزمالك في الفتره الاخيره ديت انا شفت ناس خسرت بعض وناس اتخانقت مع بعض بسبب انسحاب الاهلي والزمالك، حفلوا على بعض. فانا من ساعتها واخد القرار دوت، لان انا نفسي اعمل المبادره ديت ان هي في الاول والاخر كوره يا جماعه. في الاول والاخر احنا اخوات، في الاول والاخر احنا عايشين في بلد واحده، في الاول والاخر دي حاجه ترفيه، حاجه تنبسط بيها. وفي الاول والاخر اللعيبه اللي انت بتتفرج عليها ديت واللعيبه اللي انت متعصب عليها ديت هم اخوات واصحاب. فانت ما تحطش نفسك في الحته دي. كمل الفيديو لغايه الاخر، فانا طولت عليك عشان الاهلي والزمالك اخوات. ادي تيشيرت الاهلي وادي تيشيرت الزمالك زي ما انت شايف الاثنين اهو. خلي بالك ان احنا الاثنين اساسا اخوات، سيبك من اي حاجه وسيبك من الناس المريضه ديت، احنا الاثنين اساسا اخوات سواء اهلاوي ولا زملكاوي يا جماعه. الموضوع اساسا مش كيمياء، هي في الاول والاخر هي الكوره دي ترفيه، هي ترفيه اساسا. بس في ناس حاطه الكوره في حته غريبه، حاطه كره القدم في حته غريبه جدا، في حته انا مش فاهمها. يعني هو انتوا ليه حاطين الكوره دي هنا؟ هي الكوره مش كده، الكوره انبساط يا جدعان. مش فاهمها، انا مش فاهمها. توضيحا بس مش هطول عليك عشان هنتكلم في قصه الحلقه. يعني لما لبست تيشيرت نادي الزمالك امبارح وعملت لك الفيديو بتاع امبارح دوت، هي القصه ان انا كميه التعليقات اللي انا طلعت كلمتك في الموضوع ده بس مش هتكلم فيه تاني. القصه كان الناس تقعد تقول لي البس تيشيرت الزمالك عشان انت بتتكلم عن اخبار الزمالك، البس تيشيرت الزمالك، البس مش عارف ايه على الزمالك. اديني لبست لك تيشيرت الزمالك، انا هلبس تيشيرت الاهلي وهلبس تيشيرت الزمالك بعد كده خلاص. يا عم الناس كانت انا خلاص يا عم بقيت محايد، انا هتكلم على الاهلي وعلى الزمالك وهلبس التيشيرت ده وهلبس التيشيرت ده. عاجبك مش قصه مثلا ايه، مش اللي هو ايه بتنك عليك يا عم، مش عاجبك ما تتفرجش عليا، ما قلتش حاجه. بس القصه انا واحد، انا ولا هحفل على الاهلي ولا هحفل على الزمالك، ولكن انا بتكلم بطريقه بسيطه وبطريقه يعني فيها شويه كوميديه عادي جدا. يعني انبسط يا جدع، والله العظيم انبسط. الموضوع في الاول والاخر ديكور. انا طولت عليك، ولكن ادي اهلي وادي زمالك. والقصه اللي بتقول لك يا جدعان انا اساسا قصه النادي الاهلي وانت سبت الاهلي ومش عارف ايه، يا جدعان انا اساسا كنت بروح التتش من وانا صغير. هتقول لي يا عم انت كذاب يا باشا. انا عرضت صوره امبارح على الصفحه عندي على الفيس وريتك الصوره دي وانا كنت قد ايه وانا بروح التتش. كنت بروح احضر تمارين الاهلي، بروح هنا وبروح هنا وبروح هنا. فانا اساسا من الاول، انا من صغري انا اهلاوي. انا يا جدعان حوار السوشيال ميديا ده، حوار الفيسبوك اللي لسه ضارب ده لسه ضارب معايا السنه دي. بس انا اهلاوي بقالي قرن، بعمل فيديوهات بقالي قرون، وبتكلم وبلبس تيشيرت الاهلي من زمان ولبست تيشيرت الترجي. انا ما عنديش مشكله في حكايه التعصب، انا ما عنديش مشكله انا البس تيشيرت الاهلي وتيشيرت الزمالك. هتقول لي ازاي؟ اقول لك يا جدعان ما في نجوم لبسوا في نجوم الاهلي لبسوا تيشيرت الزمالك، وفي نجوم الزمالك لبسوا تيشيرت الاهلي. طب حتى كابتن محمود الخطيب لبس تيشيرت الزمالك. انا قصه التعصب وقصه الحاجات دي انا نفسي الغيها، وانا مش عارف اعملها ازاي. قصه انك تبقى متعصب على كره الاهلي والزمالك انا نفسي الغي النقطه دي، نفسي اوصل للنقطه دي. انا بشوف ناس قصاد عيني بتخسر صحابها وبتخسر اخواتها على قصه اهلي والزمالك، وهو الموضوع والله العظيم في الاول والاخر كوره. في الاول والاخر دي كوره فقط لا غير، دي كرة قدم فقط لا غير. فانت ما تحاولش تحط كرة القدم او الكوره بشكل عام هنا او هنا يا جماعه، سواء اهلاوي هنا يا جدعان. انا هتقول لي ايه ده يا عم انت يا جدعان انتوا مش فاهمين الفكره اللي انا نفسي اوصلها للناس. الفكره اللي انا عاوز اوصلها، انا عاوز الغي قصه التعصب. انا مش عارف اعملها زي لوحدي ديت، ولكن انا هحاول. لما بشوف ناس تزعل من بعض، اخوات بيتخانقوا مع بعض على قصه اهلي وزمالك، والله العظيم في الاول كوره. شوف اللعيبه ما بينهم ومن بعض اخوات، يعني اللعيبه عارفين بعض. انت كجمهور انت اللي حاطط نفسك كده، انت كجمهور اللي حاطط نفسك في الحته دي وفي الخانه دي، حاجه غريبه جدا. فانا في الاول والاخر من هنا ورايح هتلاقيني بتيشيرت الاهلي وبتيشيرت الزمالك، تمام؟ بتيشيرت الاهلي وبتيشيرت الزمالك، تمام؟ فهي دي القصه اللي انا بقالي كتير انا عاوز اخد القرار دوت. لا اعمل موضوع شخصيه اهلاوي وشخصيه زملكاوي، في الاخر هيطلع لك ناتج شخصيه محايد. ولا هحفل على الاهلي ولا هحفل على الزمالك ولا اتكلم وحش على الاهلي ولا اتكلم وحش على نادي الزمالك. اللي هشوفه هقوله، تمام؟ قصه بقى تحطني اهلاوي ولا زملكاوي دي بتاعتك انت، وانت اللي تحددها. طب هتقول لي اهلاوي ولا زملكاوي، فانت اللي حدد النقطه ديت. فانا من النهارده يا عم اعتبرني خلاص، او اعتبرني ايه، اختم باسبوري بقيت محايد.
هتقول لي ده انت حصل عليك هجوم امبارح من الجمهور. لا يا باشا، انا عاوز اوصل رساله. انا نفسي الغي قصه التعصب من مصر. هعملها ازاي لوحدي دي انا مش عارف، اللي عاوز ينضم معايا يتضم. انا نفسي الغي القصه دي، انك تكون متعصب ودمك محروق وتخسر ناس بسبب انك اهلاوي او زملكاوي عامه. فاحنا في الاول والاخر دي كوره، وفي الاول والاخر احنا اخوات، في الاول والاخر احنا عايشين في بلد واحده. فصاحبك ده اهلاوي او زملكاوي، انتوا في الاول والاخر اخوات. فهي دي الفكره، انا عمال اجيبها لك تدريجي، اللي هو الموضوع بسيط. انا هو اهلاوي بقالي سنين، لبست تيشيرت الزمالك عادي، ما عنديش مشكله. بس القصه يا جماعه دي كوره. انت بتحب انتمائك والكلام ده كله. بس انا شفت الفتره الاخيره حاجات قصاد عيني صعبه يا جماعه، صعبه بجد، على قصه اهلي وزمالك، مش كده. فاللي ينضم معايا او اللي يبقى معايا ووصل معايا لغايه هنا ينزل في التعليقات يقول لي الاهلي والزمالك اخوات. بعد اذن الله يوصل لغايه هنا ينزل في التعليقات اكتب الاهلي والزمالك اخوات. سلام.